السحور اليوم نواشف على الخفيف، حلويات بغداد. وهسه بعد ما جهزت هاي صينيتنا الملكيه ننزلها هنا على الميز، ونزلت وياها مقبلاتها. وهسه بعد ما رتبنا هاي القعده مالتنا نبدي بالخبز اللبناني الحار. اصبعوا للبخار ونقول بسم الله ونبدي بالمعلاق. طبعا الفكره مال هاي الصينيه كلش عجبتني، وخصوصا المعلاق بالطماطم، اول مره اجربها. وهسه نعوف المعلاق ونحول على القلب. يابا من بدا رمضان ليه هسه مشتاق لهيك السحور. هذا القلب بالطماطه كلش رهيب. وهسه وصل السرع للشلاوي اللي اكلهن الواوي. طبعا الشلاوي والقلب والمعلاق مطبوخات بالطماطه وبالليه، ركزولي بالليه بدون دهن. نجي للدجاج. هذا الدجاج طبعا كلش صديقي لان همينه يعتبر دايت. ومن بعدها نبدي بالكفته. الكفته ما يحتاج لها خبز. البطل الفلين اللي هو اللحم المقلي بالليه، هذا راح اجربه بالخبز ام السمسم مو بالخبز العادي. وتعال كل هنا لحم بالليه وتدلل عليه. وهسه وصلنا للكبه. هاي لازم تلبس لها جفوف. نسحب لنا كبايه من السوب ونفتحها بهالطريقه. طبعا هاي الكبه السلق فلشت لي سلسله الافكار مالتي للاخير. هاي الصينيه كليتها ب50 وتكفي من 4 اشخاص الى 6، وامانه الطعم مالتها كلش رهيب. اليوم بهذا الفيديو ما طلعت لكم طريقه التحضير، قلت خليني اسوي لكم شيء مختلف، بس الطعم فشي. واخير شيء نختمه بالشاي قبل لا يصيح مساك. واذا تحبون تجربون هاي الصينيه تلقوها يم جوست برجر اللي صاير بالكراده خارج شارع 52 مقابل مركز شرطه العلويه.